يحيوي القاضي السابق وعضو هيئة تحقيق أهداف الثورة. سيد المختار، أين تكمن المشكلة في أن تتكون أحزاب من عناصر التجمع الدستوري إن لم يكونوا مدانين قضائيا؟ والله الإشكالية لا تكمن في أي مفصل من المفاصل. احنا لا حد نازع في حق كل شخص في الانتظام في أحزاب سياسية، ولكن الموضوع هو يتعلق هل أن في وضع يسمح بإعادة طرح النظام القديم، وهذا أعتقد أنه غير ممكن، وأن الشعب التونسي قال كلمته خلال الثورة بتاعه ولا يزال مصر على أن لا مجال لعودة النظام القديم. ما المقصود هنا بالنظام القديم؟ الحزب انحل وبالتالي هناك سلطة جديدة، ويعني لم يعد لهذا الحزب أي وجود أو أي سلطة، وبالتالي ما المقصود بعودة الحزب من جديد؟ انحلال الحزب لم يرافقه بنفس المستوى وعلى نفس النسق قضية المحاسبة للمسؤولين اللي كانوا قبل في مختلف هياكل ومسؤوليات هذا الحزب وفي الدولة واللي تابعين للحزب هدايا، واللي هم سبب بأنهم حولوا بلادنا إلى دولة تحكمها عصابة، إلى دولة تستهان فيها جميع القيم، إلى دولة تنهب من طرف بعض العائلات، إلى وضع يستحي التونسي حاليا ويريد أن ينساه ويتجاوزه إلى الأبد. هل ما زال هؤلاء موجودون؟ رمز ممن يذكرهم فيه. هل ما زال هؤلاء موجودين داخل السلطة وهم من بقايا التجمع؟ هؤلاء هم السلطة حاليا، لا زالوا هم السلطة، من رئيس الجمهورية إلى الوزير الأول إلى الكثير من الوزراء إلى أغلب المسؤولين هم، ولكن هالشيء هدايا. يعني الآن المطلب واضح هو بمحاكمة الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء والمسؤولين. هذا من المطالب الأساسية، ولكن المطلب الأساسي الأول هو الوصول إلى انتخابات ديمقراطية في أقرب وقت ممكن وفي التاريخ المحدد وهو 24 جويلية، حتى يتمكن الشعب التونسي من اختيار سلطة جديدة منتخبة تعبر عن مطامحه وتحقق له الأهداف نتاعه. أليست مفارقة أن يكون مطلوب من هم بنظر هؤلاء مدانين أن ينظموا لهم انتخابات ديمقراطية؟ ليس في الأمر مفارقة غريبة؟ لا توجد أي مفارقة. الانتخابات الديمقراطية ستنظمها هيئة مستقلة للانتخابات، وليس لهؤلاء أي دور فيهم. هم في وضع لملأ فراغ وظيفي دستوري لمرحلة مؤقتة، وهذا يعتبر وضع معناها استثنائي بالنسبة للتجمعيين ولمسؤولية التجمع ولكل المنتسبين به. نعرفوهم إلى آخر لحظة قبل سقوط الرئيس السابق هم يناشدونه ويدعونه للبقاء في الحكم والاستمرار نابح حتى سنة 1919، ومواقفهم من المرحلة القادمة عبروا عنها سابقا، ويكفي الرجوع إلى صحف ووسائل الإعلام قبل 14 جانفي لمعرفة أن هؤلاء كانوا بدأوا حملتهم لسنة 14 منذ سنة 1909. إذا كان الأمر كذلك، إذا لماذا التجمع والاحتجاج ما دام هؤلاء موجودين لفترة انتقالية؟ مقتنع الشباب مقتنعون بأنهم لفترة انتقالية ولا علاقة لهم بالانتخابات، بمعنى أن الانتخابات ستطيح بكل هذا الطاقم الموجود، فإذا لماذا الاعتراض في الشارع؟ الاعتراض في الشارع لأن هناك مؤشرات متضافرة وخطيرة تحاول الالتفاف على هالمطالب هذه وتهدد تحقيق هذا الموعد الانتخابي، ومنعت من استقلال القضاء، ومنعت حرية الصحافة بالشكل المطلوب، ومنعت تحقيق عديد من الأهداف التي طرحتها الثورة وماطلت فيها. ومن حق الشباب، وأنا شخصيا أعتقد أن دور أي ديمقراطية هو أن نكون دائما بحالة استعداد وبحالة يقظة حتى نحقق الأهداف نتاعنا، والأهداف نتاعنا واضحة، وأتمنى أن يكون مثل أعطينا أمثلة بالنسبة شيء. نعم، أعطينا أمثلة بالنسبة لما تقوم به بين هلالين ما سميتها نوع من الثورة المضادة.
الثورة المضادة. نعطيك مثال الواضح عليها هو الاتفاق على مطلب استقلال القضاء وعلى دور العدالة في المرحلة الانتقالية، ولم يكفيهم الالتفاف وعدم الاستجابة للطلب اللي هو تقريبا موضوع إجماع وطني، بل أنهم يتآمروا على جمعية القضاة ويحاولوا وبنفس الطريقة اللي كانت معناها وقعت في عهد الرئيس السابق من أجل جعل الصراع داخل القضاة أنفسهم، وهذا شيء مرفوض، وهذا معناها يهدد حتى مصداقية الحكومة ذاتها. الأستاذ المختار اليحيوي القاضي السابق وعضو هيئة تحقيق أهداف الثورة من تونس، شكرا جزيلا لك.